أسعد الله صباحكم، شلونكم أعزائي الكرام؟ جيت لكم اليوم من هذا المكان الحلو، إن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم. أخوان، هذا المكان طبعا لفت انتباهي. بهذا المكان جيت أكثر من مرة وعجبني هذا المكان. هذا ريف ألماني، لكن شوف الحلو يعني بهذا المكان حتى الريف الألماني، هنا الألمان يهتمون به وبأي شيء يكون دائما يعني سياحي. فشوف المكان بالرغم انه بريف الماني وما عليه مواصلات مسوي له يخت خاص حتى الناس تجي لهذا المكان. فبنفس اللحظة المكان حلو، كلش حلو وترفيهي. وهذا المكان طبعا صاير يعني بريف ألماني، وبنفس اللحظة غالبية الناس اللي دا يجون من كل أنحاء العالم لهذا المكان. لكن أنا اجيت يمكن بوقت يعني مقبل العشاء، وما في ناس وما في سواح مثل ما دا تشوفوا. هذا المكان طبعا يا أخوان ناس هواية تجي عليه أكثر شيء بالصيف. وشوفوا حاطين تاريخ لهذا المكان، بكل مكان مخلين كتابة على هذا الجدران شنو تاريخه ومن أي زمن وصار لشقد. فحقيقة لفت انتباهي، شوفوا الورود وشوفوا الأجواء الحلوة وشون ناقشين أماكن دائما تكون لجلب السواح من كل أنحاء العالم. والأحلى والأجمل أنه مهتمين بهذا التاريخ، انه مخلين تاريخ على هذا الشكل وكاتبين كله بلوحات رونق وجمال حتى تجذب السائح من كل بلدان العالم. شوفوا هذا المكان، شوفوا هذا الورود الحلوة. طبعا هذا المكان يا أخوان كلش مصغر لدرجة ما تتصورون، لكن صاير على البحر، وهم يجي طبعا مختصرينه حتى يكون دائما سياحي ومتجه لكل سياحيين العالم. والأفضل والأروع والأجمل شوفوا نظافة المكان، الاهتمام، شوفوا الورود على كل مكان وعلى كل جدار مخلين تاريخ هذا المكان. شوفوا حتى هنا صخرة، شوفون الصخرة حاطين عليها اسم وتاريخ كامل. يعني شي حلو، كلش حلو لجلب السواح اللي يحبون يجون على هذا المكان، هايكن دورف الألمانية. طيب لو فرضنا بلداننا يتعاملون الأماكن السياحية اللي هيج أماكن حلوة ويختصروها، وطبعا راح تكون أيضا يعني قادرة لجلب السواح واستفادة لبلدنا وجميع بلاد العالم. شوفوا يا أخوان المكان كلش مصغر، لكن لأنه يعني مختصرينه بنفس اللحظة مسوينه مكان سياحي حقيقة يكون متنفس لكل سواح العالم وللناس اللي حابين يجون سياحة. شوف المكان، هذا الواجهة مالت المكان، والمكان مسوينه حقيقة يعني على البحر، وبنفس اللحظة شوفوا طبيعته كلش هادئة وجميلة وخلابة. فهذا المكان ما عليه باصات أبدا، إلا العفو قطارات ما فيه إلا باصات، ولازم يخت تجي باليخت. شوفوا المكان شقد حلو، شون بيه طبيعة حلوة وخضار، ومهتمين بهذا المكان اهتمام كلش حلو لجلب السواح. الأجمل والأروع الهدوء بهذا المكان، راحة نفسية تامة. لكن اللي حاب يجي لهالمكان هذا، المكان بارد جدا، لأن المكان هذا شوية تبعد الدنمارك تقريبا شي ساعة، فتكون دائما أجواء هذا المكان باردة. أيضا يعني صاير عن طريق يعني منطقة بحرية. فإن شاء الله يا ربي استمتعوا بهذا الفلوق القصير، وإن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم. اشتركوا بالقناة وخلوا لايك. في أمان الله.